السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم آخر أخبار فريق الرجاء الرياضي. قبل البدء في التفاصيل لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة ووضع زر الإعجاب للفيديو كي يصلكم كل جديد. أكدت إدارة نادي الرجاء الرياضي موقفها الحازم بخصوص مستقبل مدافع الفريق بوشعيب العراصي، وذلك برفضها للمرة التالية على التوالي عرضا رسميا من نادي أرارات الأرميني لشراء عقد اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ويعكس تشبث الفريق الأخضر باللاعب رغبة واضحة في الحفاظ بخدماته ضمن صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات القادمة، أو انتظار التوصل بعرض مالي آخر يكون أكثر قيمة ويتناسب مع الإمكانيات الفنية التي يمتلكها العراصي. في خبر آخر، يضع مسؤول نادي الرجاء الرياضي اللمسات الأخيرة على صفقة جديدة لتعزيز الخط الخلفي للفريق، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما اقترب الفريق الأخضر من حسم التعاقد مع مدافع واحد. ويتعلق الأمر بالمدافع النيجيري الشاب نودوكو جونيور لاعب المنتخب النيجيري للمحليين، الذي حل بالفعل بمدينة الدار البيضاء تمهيدا لوضع تفاصيل انضمامه إلى القلعة الخضراء في الموسم الكروي المقبل. وحسب مصادر صحفية فإن وجهة اللاعب تحولت في الأمطار الأخيرة نحو الرجاء الرياضي، بعدما كان قريبا جدا من التوقيع في كشوفات غريمه التقليدي الجيش الملكي. في خبر آخر، بدأت إدارة نادي الرجاء الرياضي بالتشاور مع الإدارة الرياضية في حسم مستقبل عدد من لاعبي الفريق الأول تحضيرا للموسم الكروي المقبل، وتأتي هذه الخطوات في سياق مشروع إعادة هيكلة التركيبة البشرية للفريق الأخضر. وفي هذا الصدد أشارت مصادر صحفية إلى أن قصة المدافع الدولي المغربي بدر بانون مع ناديه قد وصلت إلى نهايتها، إذ استقر الرأي العام على عدم استمراره ضمن كتيبة النسور في انتظار وضع اللمسات الأخيرة على صيغة فك الارتباط بين الطرفين خلال الأيام القادمة، وهو قرار يندرج ضمن الرؤية الجديدة الساعية لتجديد دماء الفريق الأخضر. في خبر آخر، دخل نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم في مفاوضات مع اللاعب المغربي سامي الحسيني من أجل بحث إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية واللعب في البطولة الوطنية الاحترافية. وحسب مصادر صحفية، فقد أبدى الحسيني انفتاحه على فكرة الانتقال إلى صفوف الرجاء، غير أن الفريق الأخضر مطالب بالتوصل إلى اتفاق مع النادي رويال أتلتيك كلوب البلجيكي الذي يرتبط به اللاعب. وتتواصل المفاوضات بين الأطراف المعنية من أجل التوصل إلى صيغة مناسبة تتيح للاعب المغربي اللعب في الدوري الاحترافي والدفاع عن ألوان الرجاء. ويشغل الحسيني مركز لاعب الوسط الدفاعي، حيث يعد من العناصر المهمة داخل صفوف ناديه البلجيكي، بالنظر إلى الأدوار التي يقوم بها على مستوى خط الوسط ومساهمته في توازن الفريق.